صلى على النبي قبل ما نبدأ فيلمنا، واستعد بقى معانا عشان النهاردة في فيلم عظمة. بيبدأ الفيلم في مدينة كوان تانج الصينية اللي كانت مشهورة جدا بثلاث حاجات: لعب القمار والعياذ بالله، الاله بوازة اشتات اشتوت، وشاب اسمه تشينج. وده مشهور عشان ابن اغنى راجل في البلد، مش علشان سواد عينه ولا جمال شعره. وتشانج ده كان بيحب الكونج فو جدا، وبيدخل تحديات كتير جدا مع ناس، وكان بيفوز عليهم لحد ما بيتشهر بملك الكونج فو. في يوم بيكون رايح القهوة والناس بتهنيه على فوزه في اخر تحدي امبارح، وهو بكل فخر: الله يبارك فيكم، ده اقل حاجة عندي. وبيكون قاعد وبيلاقي في 3 على الترابيزة اللي قدامه بياكلوا ومركزين معاه قوي. ايه يا اسطى بتبص لي كده ليه؟ هو انا جوز امك؟ بيفضلوا يبصوا له. واحد منهم بيقول: لازم ادخل معاه في تحدي عشان اكسبه، والمدرسه اللي هفتحها تتشير وكل الناس تيجي تتعلم عندي. وهوب بيقوموا بيدخلوا في قتال مع تشانج، واللي بنشوف حركاته عاديه قوي وبطيء جدا في الحركه، وكمان ايده بتوجعه لو ضرب حد جامد. واللي يفاجئك يا مؤمن انه فاز عليهم كلهم، سبحان الله. هوب بيبان ان الخادم بتاع تشانج بيرشي اي حد بيدخل في قتال مع تشانج، بيديله فلوس عشان يخسر قصاده. ويبان تشانج نينجا ومفيش منه، والخادم ده بيعمل كده عشان ام تشانج موصياه يدخل لاي حد يفكر يدخل في تحدي مع تشانج، وبتقول له اديلهم زي ما يطلبوا. المهم ان تشانج محدش يأذيه. بتيجي اصحاب تشانج وتقول له يلا نروح المسرح. بيقول لهم تشانج: مسرح ايه التفاهه دي؟ لا عائله تشانج. وبيروحوا، وهناك واحد منهم بيعجب بالبنت بطلة المسرح، وبيقرر يروح يتكلم معاها وبيعزمها على العشاء، لكنها بترفض. بيقعد يتكلم معاها ويجر ناعم، برضه بترفض. بيقول ما بدهاش بقى، في ناس كده مش بتيجي الا بالعين الحمراء. وبيقعد يخبط ويتخانق، لكنها بتفاجئهم كلهم وبتضربهم ضرب. وبتطلع البنت نينجا قوي وتمسكهم واحد ورا التاني تطحنهم طحن. وبيتضح ان البنت دي مش بنت ولا حاجه، راجل يا حبايب. والله زي ما بقول لكم كده، ما انا بقول برضو الحركات دي ما بتطلعش من بنت. وبتتلم الناس اللي في المسرح وبتديهم علقه موت. بيروح تشانج على البيت وبيكون غضبان ومولع، وبيجمع المدربين بتوعه وبيقول لهم يلا نتقاتل، ولو غلبتكم هطردكم من البيت زي الكلاب. المدربين بيقولوا هي خربانه خربانه، لو خليناه يكسبنا هيطردنا هو، فنخلص منه احنا ونضربه احسن. بيدخلوا معاه في قتال حقيقي المره دي وبيطحنوه طحن. وتشانج بيتاكد انه كان مغفل طول الفتره اللي فاتت وانه اتنصب عليك يا حلو. بيتضايق تشانج وبيروح لابوه وبيقول له انت اللي عملت كده فيا، لو بتخاف عليا كنت تعلمني صح وتجيب لي مدرب بجد، مش تضحك على عقلي زي الاطفال اني خلاص اتعلمت الكونج فو. بيتأثر ابوه، بيقرر يوديه لمدرب فنون قتاليه واللي هيكون لونج. بياخدوا معاهم هدايات كتيره، وبيروحوا له. اول ما بيشوفهم بيقول لهم لا لا لا، انا مش زي باقي التانيين، مش باجي من الرشوه. تشانج بيقول له دي مش رشوه، انا عاوزك تعلمني الكونج فو بجد. لوك بيقول له هو انا فضيلك؟ ثم معلش يعني انتوا اغنياء محدش يضمنكم، اعلمك الكونج فو وتروح تستغله وتطحن في خلق ربنا؟ لا يا عم خلينا بعيد احسن. بيفضل تشانج يتوسل للونج ويقول له انه مش هيستخدم الكونج فو في الشر ابدا، وانه معجب بيه ونفسه فعلا يبقى المدرب بتاعه. بس لونج بيتجاهله ويسيبه وبيمشي. تاني يوم الخادم بتاع تشانج بيقول له ان فرقه لونج مسفرها عرض في بلد اسمها كانتون. بيروح تشانج لابوه وبيقول له عاوزك تساعدني بجد ونخطط ازاي نقنع لونج انه يبقى المدرب بتاعي، ساعتها هحس انك بتخاف عليا بجد، ودي المساعده الحقيقيه. وبيبداوا يخططوا. بنروح لفرقه لونج وبتكون خلاص وصلت البلد، والاهالي بتاعت البلد فرحانه ومبسوطه بوصولهم. ايه ده؟ مين ده؟ ده تشانج هو بعينه. شكل الخطه مشيت تمام، والخطة كانت ان تشانج يسافر مع الفرقة ويبقى المساعد الخاص للونج. بيروح لونج لرئيس الفرقة وبيعترض على وجود تشانج وبيقول له اطرده، ده ما عندهوش خبرة. بيقول له طيب اسكت، ده يطردنا كلنا، هو انا ما قلتلكش مش ابوه اشترى الفرقة كلها؟ بيقرر لونج يضايق في تشانج عشان يخليه يسيب الفرقة ويمشي. وفي يوم بتيجي البلد كونج، شخصية مهمة قوي ومعاها رجالة كتير للحراسة، وبيستضيفوا صاحب الفندق وبيعرف منه انه بيدور على المقاتل محترف في الكونج فو عشان يفوز عليه ويتأكد ان مفيش منه 2 وما جابتهوش ولاده. طيب يا سيدي عرفنا انك نينجا وجامد. بيجي واحد من فرقة لونج وهو وشه مخطوف وشكله عامل مصيبة سودا، وبيقول له لونج اصل عكست بنت وطلعت متجوزة، يا وقعتك السودا يا قرمط، وجوزها زعيم كونج فو وبيدور عليا عشان يقتلني، انا لازم اهرب بسرعة. لونج بيقول له تهرب ازاي والدور بتاعك في المسرحية مين يعمله؟ مين يعمل الجنرال كوان؟
بيقول له هات اي حد مكاني انا لازم اهرب. بيوافق لونج وبينادي على تشانج وبيقول له فرصتك جات لك يا شبح، مش نفسك تمثل او هتعمل دور جنرال في المسرحيه، بس لازم ما تتكلمش عشان دي شخصيه مقدسه وما بتتكلمش خالص. كومبارس صامت وبتقول له دور يا لونج. بتضحكوا على الواد اكمنه عبيط. بيوصل الزعيم وبيكون غضبان وبيدور على اللي بيعاكس مراته وبيكون عارف انه بيعمل دور الجنرال في المسرحيه. بيشوف تشانج هو في دور الجنرال وبيهجم عليه هو ورجالته، وتشانج مش قادر يتكلم عشان الدور الصامت. يا اخي لازم تتقمص الدور قوي كده. بيكون كونغ قاعد بيتفرج على المسرحيه. لونج بيشوف الزعيم ورجالته وهما بيضربوا تشانج، ورغم انه مش طايق تشانج بس بيكون عارف انه بيتضرب ظلم مش هيقدر يدافع عن نفسه. بيدخل على الزعيم ده ورجالته وبيطحنهم ضرب من اللي قلبك يحبه لحد ما بيكونوا خلاص هيموتوا، حتى زعيمهم بيكسروا وينيموا على الارض. كونج بيكون شايف كل اللي بيحصل وشايف لونج ومهارته في القتال، وبيمشي كونج ورجالته من المسرح. ولكن وهم مروحين بيشوفوا في طريقهم واحد غريب كده، لكن بيكون عارف كونج وبيقول له فاكرني انا اللي دخلنا في قتال سوا زمان وانت ضربتني لحد ما كسرت عظمي وكسرت لي ايديا، بس خلاص دلوقتي ايديا خفت وكمان اتدربت فنون قتاليه 5 سنين وبقيت مستعد ان انتقم واخد حق منك. وبيدخلوا الاتنين في قتال. بيستمر القتال وقت طويل. لا الظاهر التدريب جاب نتيجة وبيضربوا الاتنين في بعض ومش بيخلوا في نفسهم حاجة. هوب كونج بيوقع الراجل في الارض وبيمسك رجليه وبيكسرها له. بيقول له خد عندك 5 سنين تاني، اتدرب بقى وتعالى في شهر 5 الساعة 5 بعد 5 سنين. وبيقول للحراس بتوعه اعزموا لونج والفرقة بتاعته بكرة على العشاء عندي. وبيوافق لونج والفرقة وبيروحوا لونج، ولكن رجالة لونج بتهاجم لونج وفرقته. لونج بيظبطهم ضرب وكل ده بإيد واحدة يا حبايب. بيتحرك رجالة كونج وكونج بيطلع يزعق في رجالته ويقول لهم ازاي تعملوا كده مع الضيوف، وبيكون هو اللي مخليهم يعملوا كده اصلا علشان يشوف اخر قوة لونج. يا كونج يا سوسة. وهم على العشاء بيحاول كونج يجرجر لونج انه يدخل معاه في تحدي، ولكن لونج بيقول له انه مش فاضي وانهم خلاص هيمشوا بعد يومين. بيقول له خلاص يبقى تتحداني دلوقتي. وبيدخل الاتنين في قتال لقاء السحاب يا حبايب. الاتنين اساطير في الكونج فو وكل واحد مستواه محترف. كونج بيكون لابس خواتم كتير بحكم انه غني بقى، ولكن الخواتم دي لما بتخبط في لونج بتوجعه قوي. الاتنين بيتقاتلوا لوقت طويل ولكن لونج بيتعب وبيكون خلاص جاب اخره، وده عشان هو مريض ومحدش عارف كده. كونج بيقول للونج انك محترف قوي وما شفتش حد قوي في الكونج فو زيك، بس كان لازم تقول لي انك مريض، بس ملحوقه خف وشويه وهنتقاتل تاني. بنشوف ابو كونج واللي راجل مسؤول ومهم قوي في الصين، وهو بيقول لرئيس الفندق انا كونج ابن بيلف العالم عشان يدور على محترفين كونج فو ويتحداهم ويغلبهم. المعظم منهم بيكونوا مش محترفين وبيقدر يغلبهم، لكن لو قابل في يوم حد محترف بجد لازم تقتله. انا ما اسمحش ان حد يأذي ابني، ولازم تلاقي 12 مقاتل عشان يحموه. ولكن من غير ما كونج يعرف اي حاجة عن الموضوع ده. ايه حكاية الابهات دي؟ بنرجع للونج واللي الطبيب بيقول له عنده ازمة حادة في التنفس. تشانج بيقول انا السبب، لولا ما ضربت الناس اللي ضربوني ما كانش كونج عرف بيك. بيطلع تشانج عشان يجيب الدواء لونج، وهو راجع بيقابل 12 مقاتل اللي ابو كونج بعتهم يقتلوا لونج. بيشوفهم تشانج وبيدخلوا في قتال، والظاهر ان ام تشانج بتكون دعياله وبيعرف يسدد الضربات بتاعتهم بالحظ كده، ولكن المقاتلين بتعرف تمسكه وترميه من فوق تل صغير كده وبيقع وبيغموا عليه. بالسلامه انت يا تشانج يا اخويا. بتدخل المقاتلين وبتستعد عشان تقتل لونج وفرقته، وبتكون الفرقه نايمه ولكن واحد بيصحى منه ويقول انا خايف، حاسس ان في حد جاي يقتلني. والله ما كدبت، لكن الاغبياء بيقولوا له طيب اتغطى وانت نايم يا بابا. وبتدخل المقاتلين عليهم وبتقتلهم واحد ورا التاني وبتستعد عشان يقتلوا لونج، ولكن لونج بيحس بيهم وبيصحى وبيضربهم كلهم رغم انه بيكون تعبان ومريض، ولكن بيبذل كل قوته عشان يخلص عليهم وبيكون اقوى منهم، ولكن بيتصاب بجروح كتير في بطنه وبيدافع عن نفسه لاخر لحظه. رجاله ابو كونج بتولع في المكان عشان محدش يعرف اللي حصل، ولكن تشانج بيكون فاق وبيحاول يخلص على كام واحد منهم، وكمان لونج هو بيقاتل فيهم الاقنعه بتوع منهم وبيعرف انهم تبع كونج. تشانج بيولع علم بالنار وبيخوف بيهم المقاتلين وبياخد لونج وبيهربوا. وبنشوف تشانج ابن العز واكل الوز وهو بيسرق فرخه من واحد اسمه وينج، وبيكون راجل مجنون قوي، وعلى فكره هو اخو لونج بس بينهم شويه خلافات كده. بنت وينج بتشوفه وهو بيتكلم في الفرخه وبتفتكره بيعاكسها هي،
جايه وبتنادي ابوها واللي بيقاتل تشانج. طيب افهمني يا حاج، طبعا لو حلفت لك اني كنت عاوز اسرق الفرخه مش هتصدقني، حقك والله. وهوب تشانج بيهرب على طول وبيرجع للبيت. بيدخل لونج ولومي بنت وينج بتقول له ده كان بيعاكسني يا عمو. بيعتذر تشانج عن سوء التفاهم اللي حصل. لومي الظاهر انها بنت طيبه وعارفه ان هم ما عندهمش اكل، وبترمي الفرخه لتشانج. خدها مطرح ما يسري يهري مش يملي. لا، بنشوف وينج هو بيعلم بنته لوما اساسيات الكونج فو، وبيشوفهم تشانج وبيقول لها كان غيرك اشطر، ده انا ليا 6 شهور مع عمك ما اتعلمتش الاساسيات. بتفضل لوما تعلمه الحركات الاساسيه. بيشوفهم ابوها وبيفهمهم غلط وبيجري عشان يضربه، ولكن بيعرف انه غلطان. لا ظلمتك خلاص. بيشوف لونج وبيقول لتشانج ما تمشي بقى، انت لو فضلت معايا عمرك كله مش هعلمك، والكونج فو صعب قوي عليك، ارجع لابوك احسن. تشانج بيتعصب وبيقول له هو انا بشحت منك؟ انا خلاص مش هتذللك تاني. وبيمشي تشانج. وينج بيكون سامع كل اللي دار بينهم وبيقول للونج ان دي مش من اخلاق لاعب كونج فو، وانك لازم تشارك اللي اتعلمته مع غيرك، دي انانيه وانت اناني جدع يا وينج. هوب بيتعصب عليه لونج وبيقول له انا اناني؟ طيب خد دول في وشك. بيقعد لونج مع نفسه في الاوضه وبيفكر وبيحس انه فعلا غلطان، واخيرا بيقرر يعلم تشانج الكونج فو. كفاره يا اخي، ده لو هيتعلم السحر الاسود ما كانش هيبقى صعب كده. تاني يوم بيبدا يعلم تشانج الاساسيات وبيقول له اساسيات الكونج فو السرعه والتوازن والحركه الخفيفه. بيكون وينج بيعلم لومي الناحيه التانيه، وبيفضل تشانج يتعلم مع لونج شويه ومن وينج شويه، اهو مش هيضر، وهو نتعلم حركه من هنا على حركه من هنا. بيكون لونج بيزيد في التعب والمرض ومش لاقي فلوس يجيب له علاج، وبيطلب تشانج منهم انهم يرجعوا الكونتا تاني، وبيروح يجيب فلوس من ابوه، ولكن لونج بيتعصب من كلامه وبيقول له انا مش محتاج لفلوس ابوك. وينج بيقول له ليه انت بتموت؟ مش وقت كرامه دلوقت، لازم ترجعوا فعلا. وبيرجع تشانج ولونج الكونتا وبيظهر كونج واللي بيكون هناك. اذا انت ورانا وكالعاده بيدور على حد محترف كونج فو عشان يقتله، واصحاب تشانج بيقولوا انت ما تعرفش، ده عندنا هنا ملك الكونج فو تشانج بيه. وبيروح كونج لبيت تشانج وهناك الخادم بيقول له ده بيت تشانج والمعلم بتاعه لونج. بيتصدم كونج لانه بيكون فاكر ان لونج مات في الحريقه، وطبعا ما يعرفش اي حاجه عن المغامره اللي حصلت. وبيقرر كونغ انه يقاتل لونج، ولكن الرجاله بتاعته بتقول له ما بلاش، ده مريض لحسن يكون عنده كورونا ويعدينا. طبعا خايفين لونج يحكي اللي حصل. وبيدخل لونج عشان يقابل كونج. كونج بيكون فاكر ان هو اللي ورا كل اللي حصل ومتضايق منه جدا، وبيقول له انا مستعد نكمل القتال بتاعنا، وبيضربه بيقول له انت سبب موت فرقتي. ورجاله كونج بتدخل وبتطعن لونج بالسكينه وبتتوسل للونج وبتقول له ده كان امر من ابوك. كونج بيضربهم وبيعتذر للونج وبيقول له انه ما كانش يعرف كل ده. بيدخل تشانج وبيشوف لونج وهو مرمي في الارض وبيضرب في رجاله كونج، ولكن لونج بيمنعه وبيقول له اياك تدخل في اي قتال مع كونج، ده ابن راجل مسؤول ومهم جدا، ولو عملت له حاجه هيسجنك. وبيموت لونج وبيعمل له تشانج جنازه وبيكون حزين جدا على معلمه. وبيكون كونج هناك في الجنازه وبيعرض عليه كونج انهم يتقاتلوا وبيوافق كونج. وقت التحدي بيكون تشانج مصمم انه يفوز وينتقم لمعلمه، وبيكون فعلا مستواه اتحسن كتير بفضل لونج الله يرحمه، ولكن برضه كونج مقاتل شرس وبيقدر يوقع